بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من نجوم على الطريق. طبعا احنا معانا اتنين النهاردة، ربنا يستر، يعني هتبقى معركة ملهاش حدود. معانا الدكتور سلامة. ازيك يا دكتور سلامة، عامل ايه؟ دكتور سلامة صحفي وفي الوقت نفسه شغال في الروحانيات والكلام ده كله. انا ما اعرفش هو يشرح لنا الموضوع ده بالظبط. عن تفسير الاحلام والرؤى. وندي فرصه بقى للكابتن عشان معانا طبعا نجم كبير، نجم الخصوص، الكابتن ايهاب ابو الوالد، والد يوسف، لعيب موهوب جدا. فانا جايبه النهارده برضك عشان ايه، يخش في النقاش، يعني زي ما بيقولوا كده مناظره مع الدكتور سلامه. اهلا كابتن ايهاب، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك يا كابتن عصام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ربنا الحمد لله يا رب دايما. دكتور سلامه، احنا دلوقتي انا عايزك تعرف المشاهدين مين هو الدكتور سلامه بالظبط يعني. الفقير الى الله، الغني بالله، سلامه نور الدين، مفسر الاحلام والرؤى. وعايز اقول هو في ربط بين الاحلام والرؤى واي مجال على وجه الارض. تمام. كل واحد فينا ليه حلم، والحلم تمام. مش بالضروره ان اكون ما احنا جايبينك بقى عشان نشوف الاحلام. ما انا هتكلم ان الشباب في الرياضه اكيد عن الرياضه وعن الكوره. مين فينا ما عندوش حلم؟ والغالب الاعم في الكره الارضيه احلام الناس هي الكوره. اكيد. حلم الناس مش الكوره عشان من اجل ان هي كوره وهي لعب، ده هي حياه. تمام. الكوره حياه. في ناس كتيره جدا ملهاش في الكوره، لكن بيبقى انتمائه لبلده وانتمائه لعروبته هي اللي بتخليه يشجع كوره. ممكن تلاقي امهاتنا واخواتنا او ستاتنا، لان احنا من الجيل القديم، تبص تلاقي مش فاهمه في الكوره، بس تلاقي الناس اتبسطت من جون فبتتبسط. بالظبط. اكيد. والفرحه عدوى. انت ممكن تدخل على اتنين هم بيضحكوا، انت من غير ما تعرف بيضحكوا على ايه، بتلاقي نفسك ابتسمت من غير ما تعرف. أكيد. كلنا احنا المصريين كده عامه يعني بنحلم بالفرحه. فالكوره فرحه والكوره حلم. تمام. وكل واحد فينا عنده حلم، والحلم مش بالضروره ان انا انام واحلم. تمام. زي انت مثلا تقول لواحد انت نفسك في ايه، هو ده الحلم. انا نفسي في كذا. وشبابنا واولادنا نفسهم كلهم يبقوا محمد صلاح. يا رب يا رب. كابتن ايهاب، طبعا انا جايبك النهارده برضك عشان عندنا موهبه. ابن حضرتك اسمه يوسف، انا شفته بنفسي واثنيت عليه، وان شاء الله ده هيكون مستقبل الكره المصريه في مصر ان شاء الله. بنفس حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ايهاب، انت يعني انا شايف ان انت لو مالكش في موضوع الكوره ما كنتش اهتميت بيوسف وجريت وراه كتير قوي. فاشرح لي ايه موضوع يوسف. احنا دلوقتي جايبين يوسف هيبقى في حلقه لوحده، بس انا جايب حضرتك عشان تشرح لنا المشروع اللي انت شغال عليه اليومين دول، هو يوسف ايهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. انا يوسف يعني موهبته جت من هو عنده حوالي 7 سنين. اكتشفتها في الوقت ده؟ مش انا لوحدي. ناس كتير قالت لي يوسف موهبته كويسه. يوسف هو مسمع على فكره بمدينه الخصوص بالكامل. يوسف عنده موهبه حلوه. يوسف ما تسيبوش وامشي وراه. فوديته اكاديميه كانت اسمها بازل. الكلام ده من حوالي 6 سنين. البازل اللي هو السويسري. كانت ليها فرع في مصر. كانت في التجمع الخامس في استاد 30 يوليو. ولعب، دخل اختبارات، والكابتن قال لي كويس وعايزينه معانا. قعد معاهم، اتأيد معاهم 3 سنين. لعب الدوري اللي هي دوري الاكاديميات وكده. لا، لعب دوري اتحاد كوره. اتحاد كوره. هو بازل كان مشارك في الاتحاد الكوره. بيشاركوا باسم ايه بقى؟ كان نادي القاهره ونادي طيبه ونادي عنيبه. لعب معاهم 3 مواسم. يعني هم واخدين انديه بيلعبوا باسمها برغم ان هم اكاديميه بازل. لا، كانوا بيلعبوا باسماء انديه. ايوه، بس هم كانوا تبع اكاديميه بازل. 3 مواسم لعب معاهم 3 مواسم. من هنا كبرت مشروع يوسف. وبعد كده لعب في، انت فرغت نفسك ليه من الاخر كده؟ صح كده؟ لعب في اماكن كتير. وجيت ناس قالت لي على شركه التسويق اسمها سولدروك. بتاعت عصام عبد السلام دي. ايوه. كلمت حضرتك طبعا.
وحضرتك شفته طبعا، وانا اتشرفت ان هو يكون من ضمن في المنظومه بتاعتي. ربنا يبارك في حضرتك، احنا اللي اتشرفنا بحضرتك. حبيبي حضرتك طبعا شفته وشفت موهبته. اكيد طبعا، ومن اكيد. هنا بدأ مشروع يوسف بقى. ربنا يخليه لك يا رب، وتشوفه كده محمد صلاح تاني ان شاء الله. ربنا يبارك. وكل بني ادم عايز يبقى محمد صلاح. اكيد طبعا. دكتور سلامه، حبيبي، عايزين نتكلم على الولاء. الولاء ده طبعا في كل المجالات مش في الرياضه بس. اكيد. عايزك تفسر لي يعني ايه الولاء. في ناس كتيره قوي، خد بالك انا مش عارفه معنى الولاء، لكن هو اصلا مخلص وعنده ولاء. الولاء اللي هو الاخلاص، صح كده؟ انت فسره لانك انت هو ولاء ووفاء واخلاص، تعتبرهم 3 بنات اخوات توأم. حلو حلو. ويمكن كتير مننا حاسس ان هو مفتقد. يعني في ناس كده بلاقي كوميدي كده يقول لك هم يبدو ان ال3 عملوا حادثه ولا ايه وماتوا. لكن لا، الولاء في الزمن اللي احنا فيه، لكن هو موجود. هي القصه مش قصه الزمن. ايام زمان كان في حراميه ونصابين، وكان في علماء، وكان في ناس ناجحه. حلو. فاحنا عايزين النجاح هو اللي يكسب. الولاء في كل شخص في قلبه. بيبدا الولاء لنفسك. فاي شخص حابب نفسه، مش اللي هو الاناني. الشخص اللي هو بيحب نفسه تاكد ان ممكن يحب الغير، وتخاف من الشخص الكاره لنفسه. فالولاء بيبدا الشخص ولاء لنفسي، لامي بالترتيب، الام، الاب، الاخوات، ويتطرق الامر لتتسع الدايره. الولاء للوطن، الولاء لنادي. الولاء مثلا انا بحب النادي الاهلي او بشجعه او عندي ولاء ليه. ولذلك على فكره تعليقا على الموضوع ده، اتفضل. تحس ان جماهير الزمالك اكثر ولاء. ليه يا كابتن احمد؟ جمهور الزمالك عنده ولاء لناديه، وعنده اهتمام في كل يعني كل الاحداث، يعني سواء أكيد. كسب ما كسبش اكيد تلاقي جمهوره وراه. ما انا هقول لحضرتك، على الرغم ان انا اهلاوي على فكره، انا بتكلم بوجه عام يعني. وانا راجل اهلاوي وبحب الاهلي جدا. وانت عندك ولاء. انا لمنتخب مصر. الاهلي وزمالك، انا بولاء لمصر. جمهور الزمالك عنده ولاء اكتر من جمهور الاهلي، لان الزمالك عنده حاجات كتير قوي غير تخطيطيه. المنظومه نفسها فيها مجالس الاداره اللي بتيجي تغييرها كتير. ما بتعملش للنادي، ولاءها مش للنادي. ليه يا كابتن؟ لا في يعني مرتضى منصور عمل بصراحه للنادي. مرتضى منصور عمل في النادي، عمل انشاءات، وقبليه ناس محترمه كتير. عمل انشاءات وضيع النادي في حاجات تانية. يعني واحد زي امام عاشور ده ما يتسابش. يعني انا اهلاوي. يا امام عاشور ده ليه ظروف خاصه زي كهربا، زي الناس دي كلها. يا فندم هقول لحضرتك على حاجه. ما جمهور الزمالك عنده ولاء زي ما هو عنده ولاء، عايز تعويضات. عوضني البطولات. تاخد بطولات امتى بقى؟ يعني مجلس اداره الزمالك، هو احنا ليه يا كابتن ايهاب قلنا جمهور الزمالك عنده ولاء؟ ليه؟ لان تلاقيه في الضراء بالذات موجود معاه. لا، ما هو دلوقتي في الضراء يا فندم، معلش مش في الضراء. لا، في الضراء انسحب بالقرار اللي خده مجلس اداره نادي الزمالك. ده قرار خاطئ. ما بقاش في جمهور في المدرجات. ما انت كده بتتعب جمهورك بيتعب نفسه. لا بس الجمهور كان مساند مجلس الاداره بعد القرار ده. بعد القرار اللي لا ما سندوش. ازاي بقى؟ ما سندوش. ازاي؟ كله قال لك القرار خطأ. بعد ما اتخذ القرار بقى خطأ. دي نسبة قليلة يا كابتن. يا كابتن ما احنا نبص، انا عندي ولاء للكابتن عصام. تمام. عندي ولاء للكابتن عصام، يبقى لازم افرح الكابتن عصام. انت معلش هو حاسبينها بقى، عندك اصابات وعندك مش عارف ايه، لاعب الاهلي. ما انت عندك لعيبه يا كابتن، معلش انت جايب كام لعيب من بره؟ انت جايب عبد الله السعيد، جايب ناصر ماهر، انت جايب لعيبه برضه لها تقولها. هو في يعني هو ناصر ماهر واحمد حمدي هم الاضافه بس يا كابتن. انت حضرتك بيعجبك تغيير المدرب بتاع الزمالك؟ التغييرات بتاعته في بين مش في كل الاحيان بتعجبك؟ لا، الروتيشن نفسه مش مظبوط معاه. يبقى في منظومه الزمالك حاجه لازم تدي الجمهور الحاح ان هو يبقى عنده ولاء اكتر، ويبقى عنده قابليه اكتر على المباراه. انا بيعجبني جمهور الزمالك بصراحه. دكتور سلامه، هبدا من حيث انتهيت. معنى كده ان حضراتكم بتشجعوا الاهلي وبتشجعوا مشجعي الزمالك. يعني معنى كده انا هطلع من القعده دي ابقى اهلاوي ومشجع لمشجعي الزمالك. حلو قوي. يبقى نرجع برضو لنقطه الولاء. اما احب حد، هل احبه بس عشان هو ناجح؟ يعني لو انا قلت انا اهلاوي دلوقتي فالاهلي جاب 1-0، انا اهلاوي. الزمالك بقت 1-0، لا انا زملكاوي. لا استنى، ده لسه موضوع اكبر. مصر بتلعب، تلعب فرنسا، مصر كسبت انا مصري، فرنسا كسبت انا فرنسي،
لا طبعا. لا دي حاجه ودي حاجه يا كابتن. اه كابتن لا بعد اذنك بعد اذنك يا صاحبي صلي على النبي، اديني فرصه الولاء اديني فرصه. اتفضل طيب اتفضل. احنا دلوقتي هنتخانق لا مش هنتخانق. لا انا مش عايز خناق يعني بالدير والناس دي لا. بص انا ما يهمنيش حاجه. دلوقتي حضرتك بتقول ايه؟ ولاء وانتماء. الانسه ولاء لو سمحت. الانسه ولاء. معنى كده ان الزمالك لما خد دوري سنتين ورا بعض جمهور الاهلي هيبقى زملكاوي؟ ابقى انا راجل اهلاوي اروح ابقى زملكاوي؟ لا طبعا استحاله. ما انا فضلت اهلاوي على يبقى كابتن عصام بدا كلمه الولاء. يبقى انا لما اخلاصي لحد ناجح او فاشل صح؟ يا كابتن مش كده يا كابتن. الولاء انا لما ببقى عندي ولاء زي ما قلت للكابتن عصام ماشي. كابتن عصام مع احترامي ليه نجح نزل، انا ولاء للكابتن عصام. هتيجي حضرتك بعد اذنك اديني فرصه. هتيجي حضرتك تنجح انت، لا ولاء للكابتن عصام برضه. فحضرتك بنتكلم احنا بنشجع جمهور، احنا بنتكلم على جمهور الزمالك في ايه؟ احنا بنتكلم على جمهور الزمالك في ايه؟ جمهور محترم وجمهور ماضي كوره وعارف كوره وبيتكلم صح. جمهور مش عاجبه حال منظومه، مش هنقول نادي، حال منظومه عنده مش عاجباه. معنى كلامك احنا نلخص كلمه ولاء بتشبيه اسمحوا لي يعني يكون في محله بالزوجه الصالحه اللي هي تقول عايشه مع الراجل على الحلوه والمره. يمكن كانت في اغنيه زمان على الحلوه والمره. على الحلوه والمره معاك مش كنا متواعدين، دي كانت اغنيه يمكن. ايوه لو جمهور الاهلي كمان عامل اغنيه حلوه قوي. بس جمهور الاهلي عامل اغنيه حلوه قوي. اعملها لمين؟ للاهلي. ما ده ولاء برضه. لا مش للاهلي، هو ولاءه لنفسه. لكن انا بقول لك جمهور بلا ولاء الاخر يا كابتن فيها يا كابتن يا كابتن. ولاء الاخر دي ما بقولش ولاءك لنفسك، كل واحد فينا جواه سلطان. ما بنقولش برضه ولاء للنفس، احنا بنقول ولاء للنادي. بص يا كابتن انا ما ينفعش اقول انا احسنهم انا اجملهم، ولكن عايز اقول الولاء يا جماعه يعني باختصار هو الحب. حب شخص، حب شيء، حب كائن، حب عربيتك، حب الشغله اللي انت بتشتغلها. واسمحوا لي انا عايز اقول رساله بس لكل اب. الله سبحانه وتعالى كرم الرجل بانه هو الله رب الارباب، فالاب اسمه رب الاسره. بقول لنفسي الاول اذا كان ابنك اللي هو ثمره حياتك، ثمرتنا احنا كبشر هي عيالنا. اذا كان ديك حلم ما قدرتش تحققه، حققه في ابنك او بنتك. اكيد سواء كله في كوره يبقى مهندس، يبقى ضابط، يبقى ميكانيكي. خد بالك احنا عشان وقت البرنامج واخد بال حضرتك احنا اكيد لازم نعمل لقاء تاني مطول عن كده، ولازم اجيكم انتوا الاثنين القط والفار لازم يكونوا موجودين معانا باستمرار. انا بشكر جدا كابتن ايهاب، شرفتنا كابتن ايهاب، وان شاء الله تشوف يوسف احسن يعني احسن من محمد صلاح ان شاء الله. طبعا اتشرفت بدكتور سلامه، يعني بصراحه فادنا كتير من حته الولاء اللي احنا مفتقدينها، فان شاء الله نستفيد منه في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا. فاصل ونعود.